يا جماعة حد يلحق الزمالك جلدة حنفية عشان بينقّط، قديمة بس بتضحّك برضه. نادي الزمالك النهارده الحكام حاولوا يلحقوه بشتى الطرق، حاولوا يلغوا له الجون الأول، يلغوا له الجون التاني، بس ما نفعش لإن هي قرارات كانت هتبقى صعبة أوي وكانت هتقوّم الدنيا عليهم. فرغم الحكام نادي الزمالك النهارده بيتعادل مع الجيش 2-2 بقيادة المايسترو شيكا. إيه؟ لأ مش شيكا بتاع الزمالك، ده شيكا التاني، شيكا بتاع الجيش الأفريقي. بهدف أول ولا أروع، مرجح الونش. وقبل مرجحة الونش تعالَ أورّيك لقطة مش كُلّه أخد باله منها، الكوبري بتاع حسام عبد المجيد. استمتع بواحد بياخد كوبري وواحد بيتفرش، هم دول قلبين دفاع نادي الزمالك، أحسن قلبين دفاع في أفريقيا طبعًا، واحد بياخد كوبري والتاني بيتفرش، يبقى أحسن قلبين دفاع في أفريقيا طبعًا زي ما كُلّنا عارفين وزي ما صفحة الزملكاوية بيقولوا لنا دايمًا. هدف عالمي من جودوين شيكا، الزمالك بعد كده اتعادل واتقدم 2-1. ولكن شيكا رجع تاني في الشوط التاني عشان يحط عليهم تاني بعد خطأ من عواد وفتوح، خطأ مشترك، واحد ما طلعش مسك الكورة والتاني عمل التغطيات العكسية متأخر جدًا، جدًا، جدًا. الحكم كمان عمل إيه وساعد الزمالك في إيه، تعالَ أورّيك الحكم عمل إيه وساعد الزمالك في إيه. تخيل إن الكورة دي محمد شحاتة لعب الكورة بإيده كده أهي، أهي، بُص أهي، بإيده كده، أهي، لعبها بإيده كده ومسافة كمان يعني باينة أوي واضحة. ما كانش عايز يحسبها، لولا اعتراضات لعيبة طلائع الجيش، وبعد اعتراضات لعيبة طلائع الجيش راح الحكم قال لك إيه، يا عم خلاص بقى مشّي الحال، احسب فاول، طب إنذار يا كابتن، طب أي حاجة يا كابتن، ده هاند بول متعمد، الكورة لو عدّت ممكن تبقى هجمة خطيرة يا كابتن، يا كابتن طارق مجدي والّا اسمك إيه أنت، هتروحوا من ربنا فين؟ تخيل كل ده وبيقولوا في الآخر أصل إحنا مظلومين من الحكام، كل اللي هم بياخدوه بيحصل معاهم ده وبيقول لك أصل إحنا مظلومين من الحكام. وتقريبًا جروس افتكر إن أي حد اسمه شيكا بيجيب أهداف، فقال لك لمّا نزّل شيكا كده في الدقيقة 78 ما يعرفش إن شيكا ده خلاص الله يرحمه مشطّب كورة من زمان جدًا، نزل ما عملش أي حاجة غير إن هو اعترض على الكورة اللي لعبها حارس طلائع الجيش بإيده، وراح محمد حمدي وقف له في سكته كده، فطبيعي إن هو يخبطه يعني عشان هو واقف في سكته، فراح اعترض كان عايز ضربة جزاء وزيزو كان عايز يشوطها عشان يستر نفسه بأي حاجة. ألف مبروك لطلائع الجيش وألف مبروك نادي الزمالك على النقطة إن شاء الله للمظاليم. سلام.